شبكة القطارات فائقة السرعة التي تغطي شتى أنحاء اليابان تمتد الآن أكثر من 2000 كيلومتر. في عام 1964 ظهر قطار الرصاصة شينكانسين كأول قطار فائق السرعة في العالم، وجذبت التقنية التي تسمح لهذه القطارات بالسير بسرعة 210 كيلومترات في الساعة اهتماماً عالمياً. يشغل الشينكانسين الآن بسرعة أقصاها 270 كيلومتراً في الساعة، ويقطع مسافة 550 كيلومتراً بين طوكيو وأوساكا في 2 و25 دقيقة فقط. كما أن عدد الرحلات المتاحة بهذه القطارات فائقة السرعة في تزايد مضطرد، فيغادر قطار كل دقيقتين أثناء ساعات الذروة في طوكيو، ومتوسط التأخيرات لا يزيد عن 30 ثانية. تتمتع هذه القطارات بسمعة منقطعة النظير من حيث الأمان، فلم تقع ولا حادثة مميتة واحدة طوال تاريخ شبكة القطارات فائقة السرعة منذ تأسيسها. من بين الأفكار اليابانية الفريدة لزيادة راحة الركاب إمكانية إدارة المقاعد في الاتجاه الذي يروق لهم. مع تزايد سرعة القطار تفاقمت مشكلة الضوضاء، وطورت تقنيات عديدة لمعالجة هذه المشكلة. عندما يمر القطار بنفق يدفع عموداً من الهواء أمامه، ما يولد دوياً كبيراً للغاية لحظة خروجه من النفق. لتخفيف آثار ذلك أعيد تصميم شكل مقدمة القطار. الهواء يتدفق بسلاسة فوق هذا الشكل الطويل الرفيع، ما أدى إلى خفض مقاومة الهواء بنسبة تصل إلى 30% وتقليل الضوضاء بشكل كبير. مصدر آخر للضوضاء هو احتكاك عجلات القطار بالقضبان، وأمكن صد معظم تلك الضوضاء بتغطية العجلات. تواصل تقنية القطارات فائقة السرعة تقدمها بوتيرة سريعة. في مارس 2011 دخل الخدمة أحدث طرز الشينكانسين ويسمى هايابوسا. يسمح أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بتشغيل هذا القطار بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة. هايابوسا هو أهدأ قطار شينكانسين حتى الآن، وأحد عوامل تحقيق ذلك إعادة تصميم نظام البانتوغراف. يلتقط البانتوغراف الكهرباء لتحريك القطار، ولطالما كان الاحتكاك بين البانتوغراف وسلك الكهرباء أعلاه مصدراً رئيسياً للضوضاء. كان للطرز السابقة من الشينكانسين عدة بانتوغرافات، واحد كل عربتين، ولكن هايابوسا ذا ال10 عربات له بانتوغرافان فقط، أحدهما احتياطي مخزن عادة بعيداً عن سلك الكهرباء. يكمن السر في تصميم جديد متمثل في جزء يضغط على السلك أعلى القطار. فهناك عدة قطع تشبه مفاتيح البيانو تضغط إلى أعلى لتلامس سلك الكهرباء بشكل متواصل، وصار ممكناً الآن أن يضمن بانتوغراف واحد إمدادات غير منقطعة من الطاقة، ما يقلل الضوضاء بشكل كبير. هذا إلى جانب الحواجز الصوتية على جانبي البانتوغراف التي تجعل القطار أهدأ بكثير. كما أن هايابوسا هو أول شينكانسين يضم عربة فاخرة جديدة تضم 18 فقط من المقاعد الفسيحة. مقارنة بالعربات العادية التي تضم 100 مقعد، توفر هذه العربات قدراً أكبر بكثير من المساحة والراحة. كما يستمر التطور في نظام قطارات الرفع المغناطيسي الياباني المخطط استخدامه في خط شينكانسين يسير في منطقة وسط البلاد. تصل السرعة القصوى لهذا القطار إلى 581 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه تقصير زمن الرحلة بين طوكيو وأوساكا بمقدار ساعة كاملة.
قمة الأمان والسرعة المذهلة. وتواصل شبكة القطارات فائقة السرعة في اليابان تطورها إلى ما هو أبعد